مساء الفل والسعادة ومساء الهنا والسرور عليكم. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات وعي وإدراك. النهاردة الحلقة دي هنتكلم فيها عن الشخصيات وأنواعها، وبالذات الشخصيات الصعبة والشخصيات السامة. الشخصيات دي بتأثر تأثير كبير جدا 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 على الأشخاص. بيقولوا لك جنة من غير ناس ما تنداس، فاحنا لازم نعرف ونشوف ايه الطريقة الجميلة او اللي يبقى فيها مرونة ونعرف نتعامل بيها ما بين الشخصيات. زي بالظبط كده السواق الماهر اللي بيعرف يسوق سيارته وبيركبها وما بيعملش حوادث او ما بين الناس. فاحنا هنا هنعرف الفرق ما بين الشخصيات الصعبة والشخصيات السامة. الشخصية الصعبة هي شخصية مجهدة جدا في المعاملة معاها، يعني بتلاقي صعوبة في انك تتعامل معاها. انما الشخصية السامة هي شخصية دايما بتستمد طاقتها من طاقتك انت، بتمصها، يعني هي عاوزة تمص دمك بمعنى الأصح. ما بيبقاش في طاقة عندك، هي كده تبقى مرتاحة ويا ريتها كمان ترتاح. فدي حاجة صعبة جدا جدا جدا. فهي الشخصية الصعبة تدرج، بتتدرج بعد كده بتبقى شخصية سامة لو احنا ملحقناهاش في المعاملة او في انها تكون تستبصر لنفسها. وبعدين ان الله لا يغير من قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كمان لازم هم يكونوا واعيين ومدركين علشان خاطر يفهموا ان هم في مشكلة عندهم بالفعل، لان في ناس كده كتير جدا 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 عايشة ومنكرة انكار تام ومش عايزة ومش قابلة ان هي فيها مشكلة عايزة تتعالج. وللأسف هنا اللي بيتعب الطرف التاني في المعاملة، سواء الأصدقاء بقى القريبين جدا اللي مش فاهمين ومش واعيين برضو نوع شخصية الشخص اللي بيتعاملوا معاه، او الزوج والزوجة بتبقى صعبة جدا 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 في معاملتهم مع بعض. السوي مع الشخص المريض او السام بيبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. فايه هي الشخصية؟ الشخصية هي الاسلوب العام اللي بيحدد فيه التفكير والتعامل مع الناس. الاسلوب العام اللي بيتعامل بيه مع الناس ايه، وطريقته وتفكيره. الشخص ده عبارة عن ايه؟ ومن هنا بيجي انواع وعوامل مؤثرة في السلوك ما بين الاشخاص. السلوك ده يا اما سلوك سوي يا اما سلوك غير سوي، مبني على فكرة. واحنا قلنا قبل كده الانسان ما هو الا مجرد فكرة. تخيلوا انه ممكن يكون انسان سوي ناجح واصل لابعد حاجة في الدنيا بسبب انه مراقب فكرته ودايما مخليها ايجابية مش سلبية، ومقومها بالشكل الصحيح والسليم على القيم والمبادئ والاخلاق وكل حاجة كويسة عشان حياته كلها تتصلح وحياته تبقى كلها بافضل حال. فهنا في عوامل مؤثرة كبيرة جدا 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 في السلوك وفي الأشخاص، وهي طبعا البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. البيئة الداخلية وعليها عامل كبير جدا 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 في التأثير على السلوك، وهي طبعا الأسرة الصغيرة في التكوين، الأب الأم الإخوات، علاقته ببابا بمامته ايه، علاقته باخواته، علاقته بالاجداد، هتخلق شخص ايه. هنا طبعا احنا بنخاف دايما من الاسر اللي هم مستواهم الاجتماعي عالي قوي 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 قوي، او انه مستوى اجتماعي لوكال قوي 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 قوي. وطبعا هنا الاسوياء، الاشخاص الاسوياء اللي في حياتهم فيها توازن كبير جدا جدا جدا، بيبقى جميل قوي في حياتهم التوازن ده ما بين القيم والمبادئ والاخلاق والتفكير والسلوك. طبعا لانه كل ما غاب الدين كل ما غاب
القيم والمبادئ، كل ما غابت الاساسيات الكتير عننا في حياتنا، فده ممكن يخلينا في حتة مش كويسة ويودينا لعدم سواء في حياتنا. دي حاجة تانية، انه العوامل الخارجية طبعا الاصحاب والاصدقاء عليهم عامل كبير جدا 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 في انهم يطلعوا اسوياء وغير اسوياء. هنا الاصحاب ممكن يجروا الولاد او البنات لطرق مختلفة كبيرة جدا 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 لعدم سواء وحاجات كتير على حسب مستوى الاجتماعي. في أولاد كتير جدا، بعد الشر على الأولاد كلها، اللي بيروح في طريق إدمان، واللي بيروح في طريق مش سوي مش كويس، بيوصل بالنتيجة مش كويسة لا اجتماعيا ولا دراسيا ولا أخلاقيا. في نوع لوكال جدا من المستويات فيها كل المشاكل وفيها عدم السواء لغياب القيم والمبادئ والأخلاق. كل الحاجات دي وعدم الوعي وعدم الإدراك، كل الحاجات دي بتأثر تأثير كبير جدا 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 على الأشخاص، وبتطلعهم يا إما أشخاص أسوياء أو أشخاص غير أسوياء. العوامل الوراثية لها تأثير كبير جدا جدا جدا. العوامل الوراثية عليها تأثير كبير جدا 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 بالجينات الوراثيه. مش احنا بنقول اوقات كتير ان سبحان الله مثلا لو ليك طفل صغير تقول ده بيتصرف شكل جده، سبحان الله ده بيمشي نفس مشية جدته، ده بيمشي نفس مشية جده الله يرحمه، بس هو ما شافوش، سبحانك يا رب. او في صفات جسمانيه مثلا، لو في نغزه، لو في شكل من الاشكال، سبحان الله شكل جدته شكل جده. حتى في الطباع سبحانك يا رب، ممكن طفل صغير او ولد صغير ما يكونش شاف اجداده او احد من الاباء ويطلع يتصرف نفس التصرف بتاعه ونفس الشكل بتاعه. يعني ممكن في حد مثلا خفيف جدا، الولد او البنت يكونوا مندفعين بشكل كبير جدا جدا جدا، وهم مش واخدين بالهم، لكن هم ما شافوش وما حدش قعد معاهم، لكن هم اخدوا الصفة دي. فدي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. في حاجة تانية عاوزة انوه عنها، انه مدى حبك للشخص او كرهك ليه بيجعلك تتمثل في نفس شخصيته. يعني ان انت تحب شخص جدا 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 او تكرهه، ده ممكن تتوحد مع شخصيته نفسيا، تبدأ تتعامل بنفس اسلوبه ونفس طريقته. يعني لو اب مثلا غلس شوية مع اولاده في المعاملة، او كان بيجي عليهم او كان بيضغط عليهم وبيعاملهم وحش جدا جدا جدا، هنا الاطفال الصغيرة في منهم كتير يطلعوا سبحان الله عندهم الحتة دي جامد جدا في المعاملة، وجف جدا واجريسيف، وحاجة يعني شديدة جدا جدا جدا. هو توحد معاه نفسيا، حتى لو هو بيكرهه وما بيحبش الصفات دي فيه، لكن هو نفسيا سبحان الله اتوحد معاه. شخصية الإنسان بتتعرف إزاي؟ بتتعرف من سلوكه وطريقة معاملته مع الناس. طبعا الإنسان السوي هنا بيبقى معاملته فيها مرونة كبيرة جدا جدا جدا، وبياخد ويدي في الكلام وفي المعاملات، ما بيتجنبش ولا إنه مثلا يبدأ يتعصب على اللي قدامه في المعاملة، بالعكس، وإنه حد يضايقه هو ياخد جنب أو يزعل، لا خالص، هو بيردها له بشكل أو بآخر. هو ده الشخص السوي. أما الشخص الغير سوي ممكن يتجنب، ممكن يقطع في المعاملة، ممكن يتصرف تصرفات فيها عدم سواء. بالظبط كده البيئة بتشجع الإنسان على التصرف ده. الإنسان اللي متربي زيادة بيقولوا لك مش هيعرف يتعامل مع الناس. الإنسان اللي متربي بزيادة، اللي هو أخلاقه عالية جدا 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 وبيخاف على مشاعر الناس، واللي محترم جدا جدا جدا، بيتعب كتير جدا 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 في معاملته مع الناس. ليه؟ علشان هم الناس مش كده، هم الناس فيهم الكويس وفيهم الوحش وفيهم السوي، وهو من كتر احترامه مش عارف يصد ويرد معاهم ويتفاعل ويبقى مرن ويروح ويجي معاهم، لا، فده يتعب كتير جدا 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 في المعاملة.
فالإنسان المتربي ده بيتعب زيادة، بيبقى تعبه كبير جدا جدا جدا، عشان مش بيعرف يبقى مرن، ومش بيعرف يكون سوي في معاملته مع الناس بشكل كبير جدا جدا جدا. أنواع الشخصيات بقى الصعبة ممكن تكون يعني شخصيات بيصعب جدا التعامل معاها، مش قادرين، بيبقى في صعوبة وفي يعني جهاد كده ان انت تتعامل مع اللي قدامك علشان توصل معاه لنتيجة، ومبيبقاش عنده مرونة، وصعب جدا في التعامل. وشخصية من الشخصيات دي هي الشخصية الخجولة. الشخصية الخجولة دي صعب جدا ان انت تتكلم ويحط عينك في عينه، او انه تطلعه ليدر، قائد على مجموعة مثلا، قائد على مجموعة. بيبقى صعب جدا 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 ان انت يبقى مش عايزة اقول لك يتبل ويترعش ويبقى متوتر وما يعرفش يتكلم. فشخصية من الشخصيات دي دايما لازم تعزله عن المجتمع والناس، اعزله عن المجتمع والناس، ودايما وانت بتتكلم معاه ما تبصش في عينيه، واديله لو هو هيشتغل نديله شغل في وسط مجموعة عادي جدا، هيقوم بيها وهيبقى كويس. بس الشخصية من الشخصيات دي بيبقى صعبة جدا جدا جدا. ليه؟ بيبقى متردد، وبيبقى خجول، وبيبقى مش عارف يتصرف ازاي. ما ينفعش انه يبقى قائد، وما ينفعش ولا يعرف يتكلم ولا ياخد قرار ولا حتى يتكلم عن نفسه بشكل كبير. فنعزله خالص، وما نخلوش يختلط بالناس، وما نبصش في عينه وهو بيتكلم، ما نحسسوش بالتوتر وهو ممكن يقول لنا او شوف انتوا عايز تكلموا في ايه، فهياخد ويدي معاك في الكلام سهل جدا. شخصية من الشخصيات الصعبة التانية هي شخصية المترددة. الشخصية المترددة دي بتبقى صعب جدا انها تثق في نفسها. هي شخصية صعب جدا ان هي تاخد قرارات، بيبقى من المستحيل معاها ان هي تاخد قرارات. مسألة صعبة جدا، ومش واضح ولا صريح، ما بيبقاش واضح ولا صريح. دايما احنا نتعامل معاه ازاي، ان احنا نشوف نبني على كلامه اللي هو بيقوله كلام حقيقي، يعني نبني على اللي احنا بنقوله معاه كلام حقيقي. هنا ياخد الثقة في نفسه ويبدأ يثق في نفسه. ودايما نقول له ونربط له ان الثقة في النفس ديت اكبر دليل ان هو كده حد مسؤول، وانه راجل. يعني نربط المسؤولية والثقة في النفس بانه يكون راجل سوي، انه كده شخصية عندها ثقة في النفس مش مترددة، وتبدأ تتكلم معاه وتقول له على الحاجات، المعلومات من الكلام اللي هو بيقوله. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا في ان احنا نعرف الشخصية ونعرف نتعامل معاها. شخصية من الشخصيات التانية الشخصية الكسولة. الشخصية الكسولة دي مش عايزة تقوم من مكانها. الشخصية الكسولة دي مش يعني بتكسل حتى ان هي تتكلم، يعني مش عايزة تتكلم، بتكسل ان هي تاكل. يعني في حالة من الحالات كانت بتيجي، يعني مامتها، يعني هو كان متجوز الراجل ده، ودايما مامته قبل ما ينام كانت بتجيب له الاكل على السرير قبل ما ينام، لانه هو مكسل يقوم يقعد على ترابيزه السفره عشان ياكل. تخيلوا ان هو بينام وهو بياكل، بينام وهو بياكل بالفعل، ومامته بتطلع الاكل من بقه. شفتوا لدرجه ايه؟ علشان خاطر انه مكسل يبلع ويمضغ وينام. فصعبه جدا جدا جدا. فالمساله صعبه جدا جدا جدا. اللي مكسل يقوم بكل واجباته، مكسل ينزل من العربيه يطلع ياكل ويشرب، مكسل، دايما معترض على اي فكره جديده، دايما معترض على اي فكره جديده، اي تطوير او اي حاجه، لا 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 مش هتنفع، لا 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 مش هيصح، لا لا لا. هو عايز يقعد ويقعد الناس يعني اللي معاه حواليه، مش عايزهم ينجحوا، مش عايزهم يكبروا، مش عايزهم يبقى في تفاعل، مش عايزهم يعملوا افكار جديده. لا 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 لا، اللي انت بتعمله ده مش هيبقى كويس، اللي انت بتعمله ده مش هيتم بخير، اللي انت بتعمله ده مش لا 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 لا. فمن هنا بيبقى صعب جدا في المعامله معاه. عايز نفس طويل في المعامله،
لازم وانت بتتعامل معاه يكون عندك ثقة في نفسك كبيرة جدا جدا جدا. اظبط انفعالاتك، لازم تظبط انفعالاتك بشكل كبير. حاجة تانية انه نتعامل معاه صح، انت بتقول كده لكن شوف النتائج بتاع كسلك مثلا، او في الموقف الفلاني ده حصل كده كده كده، فاحنا مش عايزين نكرر الموقف ده تاني. نبني دايما الكلام على الحاجات اللي هو عملها، ونبدأ نقول له احنا مش هينفع نعمل كده علشان خاطر كده يعني أثر علينا بالسلب، فاحنا مش عايزين نوصل لنفس النتيجة من تاني. وحاجة كمان ان احنا طبعا نتعامل معاه نقول له ايوه انت بتقول كده ولكن لازم نعمل كده، يعني ايوه صح انت بتقول كده ولكن لازم احنا نعمل كده. فدي شخصية من الشخصيات الصعبة في المعاملة جدا، المرهقة، اللي عايزة طولة بال ونفس طويل جدا في المعاملة. فشخصية من الشخصيات الصعبة كمان الشخصية اللطيفة. الشخصية اللطيفة دي شخصية ودودة جدا وطيب ونعم وحاضر ولطيفة، وشخصية انتوا شفتوا البيضة لما تتقشر والناس كلها يعني مثلا يعني البيضة مثلا ما نقشرهاش ونمشيها على الارض، مش هيحصل لها حاجة، هتبقى محمية صح. غير كده، غير لما تتقشر مثلا ونرميها على الارض، ايه اللي بيحصل لها؟ بتتبهدل. دي بقى نفس الكلام، بتتبهدل وتتمرمط، وكل الناس مستغلاها، وكل الناس مستغلة طيبتها وحاضر وطيب ونعم، ولكن هي في الاخر بتتضايق جدا وبتتعصب جدا في المعاملة. كل انسان وله طاقة لازم له اخرها، فبيبقى صعب جدا 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 ان هي يعني عايزة تنفعل ومش قادرة، وبتخاف على اللي قدامها وبتراعي اللي قدامها. لكن دي لازم نحترمها كويس جدا جدا جدا، ولازم نديها اهتمام ورعاية، ولازم لما نتكلم معاها نديها اهتمامها الكبير، ونقعد ونسمع لها ونخليها تتكلم، ونشوف الدنيا ايه معاها، علشان خاطر هي طبعا بتبقى صعب جدا جدا جدا. لازم نراعي مشاعرها يا جماعة، الشخصية دي لازم نراعي مشاعرها. ودي كانت شخصيات من الشخصيات الصعبة اللي صعب جدا ان احنا نتعامل معاها. ويا ربي اكون قدرت افيدكم في حاجة ولو حاجة بسيطة، وسعيدة جدا بوجودي معاكم. قبل ما ننهي حلقتنا اعزائي المشاهدين، حابة اوجه كلمة شكر وتقدير كبيرة جدا رئيس مجلس ادارة القناة الدكتور خالد، قنوات ABC الخليجية، وحابة أوجه كلمة شكر وتقدير واحترام لكل القائمين على العمل ده، وكل اللي قاموا بيه من وراء الكاميرات. وأنا سعيدة جدا جدا بوجودي معاكم، وشكرا على وقتي اللي قضيته معاكم، وشكرا لوقتكم الذي لا يقدر بثمن.